السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تعادل بطعم الخسارة. للأسف النهاردة الأهلي ما كانش هو الأهلي. انت النهاردة نجيت من الفخ على الأقل بأقل الخسائر بنقطة. أنا بس ليا تعليق وتعقيب. أحمد عيد إزاي ده باك رايت؟ بيكهام. يعني أنت عندك عمرو الجزار لعبه. بيكهام انا من رايي حتى لو الانقاذ اللي عمله النهارده من الكوره اللي كانت هتخش جون، لا بيكهام النهارده تايه في كام كوره كده، يعني ما شاء الله. على العموم نبتدي تحليل المباراه. تشكيله كانت غريبه اصلا، ان انت ابتديت ببيكهام وياسين مرعي وعندك احمد عيد وكوكا، ونص الملعب النهارده محمد بن رمضان اللي فقد اصلا بريقه، يعني عليه علامه استفهام. وده يقول لك ان انت يعني للاسف انت النادي الاهلي تعامل في ملف تجديد ديانج ده غلط. انت واحد زي ديانج ده انت ما ينفعش كنت تفقده. محمد بن رمضان برضو كان جاي حلو الى ان فقد بريقه من قعده على الدكه. ابتدت المباراه في الدقيقه الاولى تسديده من تريزيجيه، يعني بره الثلاث خشبات. جت الدقيقه 11 والهدف الاول الغريب من فاول اتلعب من مدبولي لاعب البنك الاهلي لمصطفى شلبي اللي سرق احمد عيد. ودي مش تخطيط باك يا احمد يا عيد. يعني محمد هاني بجد فارق معانا، والفتره اللي نزلها في التغيير محمد هاني فرقت مع النادي الاهلي. والهدف الاول لمصطفى شلبي دقيقه 13، تسديده من محاوله من تريزيجيه، استحواذ من الدقيقه 13 لغايه الدقيقه 27 من البنك الاهلي على نص ملعبك. مروان عطيه انا ما اعرفش النهارده انت تايه ليه شويه، ومحمد بن رمضان ما كانش فيه تفاهم. تيجي الدقيقه 27 كوره اتشاطت ستر ربنا خرجها من على خط المرمى بيكهام. دي حسنه عملها النهارده بيكهام. الدقيقه 31 طبعا خروج زيزو تقريبا شد في الخلفيه، وربنا يستر ان الاهلي ابتدت الاصابات تضربه. ياسر في الماتش بتاع يانج افريكانز، وادي النهارده زيزو. طبعا اركن زيزو عن ماتش يوم السبت مع شبيبه القبائل اللي انت محتاج اصلا نقطه عشان تصعد. ربنا يستر. وانتهى الشوط الاول بتقدم البنك الاهلي عن النادي الاهلي باداء دفاعي مستحق من البنك الاهلي، عرف يستغل الكور اللي جات له. يجي الشوط الثاني دقيقه 52 كوره اتلعبت لمصطفى شلبي، حطها جت جنب العارضه من تحت، ستر ربك ان هي ما دخلتش جون. دقيقه 60 برضو تسديده من تريزيجيه. طبعا في الدقيقه 64 خروج اسوأ اللعيبه، يعني عيد ومروان وكوكا ونزول هاني وديانج وكامويش او كامبوشا ده اللي ما اعرفش ايه اللي احنا جايبينه ده، لان ده انا جاي له المهاجم اللي هو البرتغالي النص انجولي النص سوا ده، انا ما اعرفش ايه اللي احنا جايبينه ده. في الدقيقه 71 في عرضيه اتعابت لكاموميش بيشوطها لاعب البنك الاهلي، يعمل عليها بلوك وتطلع ركله ركنيه. الدقيقه 75 احصائيه مرعبه، الاهلي عمل 20 عرضيه ما فيش منهم غير 2 صح، والبنك 7 عرضيات منهم 3 صح، عشان يوريك ان احمد كوكا ده ما كانش بيعمل عرضيات اصلا. الدقيقه 79 تسديده من تريزيجيه يتصدى لها البلعوطي ويكملها بغباوه وبمنظر يقرف، محمد بن رمضان يطلعها بره. تيجي الدقيقه 80 1 2 بين الشحات، الحسنه الوحيده للشحات النهارده مع تريزيجيه يحطها ار 2 وهدف التعادل. تيجي الدقيقه 84 بقى كاموميشي، يعني انا عايز اقول لك تريزيجيه لم ورقص وعمل كل حاجه في الكوره، اداها عرضيه كاموميشي يحطها. يعني لو عيل صغير يا عم البرتغالي اللي احنا دافعين فيك اعاره $1.5 بعد اذنك حطها جون. طبعا التغييرات بقى اللي بعد كده نزول الباشا طاهر محمد طاهر يلعب كرة عرضية بالهيد، يستحي اي عيل صغير يلعبها، وتنتهي المباراة بتعادل بطعم الخسارة، وبنفقد نقط في صراع الصدارة اللي انت اصلا عايز تطلع له عشان سيراميكا وبيراميدز. وبكرة الزمالك اذا كسب هيبقى هو الثالث وانت الرابع. الحمد لله على كل حال. اتمنى ان احنا نخرج من ماتش الشبيبة بنقطة علشان نعلن صعودنا، عشان ما نحطش نفسنا مع الجيش الملكي ويانج افريكانز، لان الموضوع بقى وحش قوي يا جدعان. اداء كان زي الزفت النهارده من يستروب. ايمن الرمادي احييك بجد، انت مدرب وهيد كوتش عالمي، قدرت توقف
يستروب وافكاره، قدرت تلغي نص ملعب النادي الاهلي النهارده، الحمد لله. وليه بس تعقيب، هو يستروب ما فضل قاعد ما غيرش لغايه الدقيقه 65 ليه؟ انت شايف بالرمضان واللعيبه كلها زي الزفت، ابتدي غير، نشط اللعيبه. الحمد لله، تعادل بطعم الخساره. ربنا يكرم في ماتش الشبيبه، على الاقل يمكن نكسب او نتعادل ونصعد. الحمد لله، ربنا يكرم الاهلي في اللي جاي. وبرضه انا مش هقول ان تاثير امام عاشور، لان احنا مش النادي اللي يتاثر بلعب. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.